اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش يا ست الكل تنوريني وتشرفيني باشتراك لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدا بينا الفيديو بتاعنا. جايه لكم فيديو جميل جدا جدا، يا رب يعجبكم. بس اهم حاجه تحطي لايك فضلا وليس امرا. فيديو النهارده بقى جميل جميل، هيحمسك بقى. وبصوا فيديو خطير، يعني هو كله في المطبخ بس فيديو حلو ان شاء الله يعجبكم. صحيت اليوم ده بدري، الساعة كام؟ يعني هنقول الساعة 7:30 كده. مقارنة يعني بالصحيان بتاعنا بقى، اللي هو نصحى الساعة 10 والساعة 11. فاليوم ده أنا قمت بدري خالص. جبنا بقى عيش من الفرن، بعت ابني جاب لنا عيش من الفرن، وقلت ألمه كده في أكياس وأشيله بقى في الفريزر. بالنسبة للعيش لما بنجيبه كده يبقى طازة، يعني لسه يا دوبك بس يبرد، واشيله في الفريزر على طول، بيبقى حلو خالص. لما بتيجي بقى تطلعيه وتسخنيه، تشغلي بقى الفرن الكهرباء وتسخنيه كأنك بالظبط لسه جايباه من الفرن حالا يعني. فبيكون حلو. فانا بلمه على طول، علشان يعني انا مش عايزه استنى اسيبه يبرد خالص او احطه الاول خالص. الاول كنت بعمل ايه؟ كنت بسيب العيش لو قلت لكم ساعه ولا ساعتين، سايباه كده مغطياه كده بقماشه، وكنت بسيبه آه يعني عايزه اقول لكم ساعه ولا ساعتين. ايه ده، انا كنت بسيبه تقريبا طول اليوم سايباه. يعني اليوم اللي بنجيب العيش من الفرن كنت ببقى طول اليوم سايبه العيش كده، وما بشيلوش بقى يعني في نفس الوقت، اللي هو مثلا نص ساعه يبرد بس كده، يعني ما يبقاش سخن وبعد كده اشيله. لا، ما كنتش بعمل كده. فدلوقتي بعمل كده، بطلع العيش بسم الله ما شاء الله بيبقى جميل جدا. هلمه بقى زي ما انتوا شفتوا كده، احطه في الفريزر. وهلم بقى كل الردة اللي وقعت كده من العيش على البار، هلمها. وهشيل رغيف العيش ده، كان نشف كده، كان محطوط على البار ونشف. فهشيله بقى احطه في جردل كده للفراخ. بس هنا بقى كنت عايزه اعمل فطار، بس البوتاجاز زي ما انتم شايفينه ما كانش نظيف. فكنت عايزه اديله غسله سريعه كده علشان الحق اعمل فطار. فهلم بقى كل اللي على البوتاجاز ده، وهبدأ بقى اديله غسلة حلوة كده. طبعا ساعات بغسل البوتاجاز باللهلوبة، وساعات بغسل باللي هو الصابون الابيض، اللي هو الصابون اللي بيتعمل في البيت، اللي هو بصوا تقريبا طالع ترند كده على اليوتيوب، كله بيعمل الصابون ده. عايزة اجرب الصابون ده، لان الصابون ده بينظف جدا، بينظف يعني. فهو تقريبا كده يعني شبه اللهلوبة، يعني تحسوا كده ان هو عامل زي اللهلوبة كده. بينظف بيلمع وبينظف كده. الاستانلس بينظفه. عندي الحوض بتاع المطبخ. بعد ما بغسل المواعين بلاقي الحوض تحفة تحفة كده، لما بغسل الحوض بالصابون الابيض ده بيبقى حلو. هو شبه اللهلوبة تقريبا يعني. انا اصلا بحس اللهلوبة هم حاطين عليها تقريبا، تحسوا كده زي زيت او حاجة كده، او يعني زيت مرطب، فاهميني؟ غير الزيت اللي هو، طبعا احنا بنعمل الصابون بالزيت اسمه ايه البتاع اللي هو بياكل ده، اسمه ايه؟ البوتاص. وزيت، مش عارفه بيتحط حاجه تاني ولا انا ما عملتوش قبل كده. بس ان شاء الله باذن الله انا هجرب الصابون ده واعمله في البيت، لان بصراحه عندي فضول جدا اعمله واشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. شايله كده محوشه شويه زيت، شويه مش كتير ومش قليلين، بس يعني هما حبه حلوين. تجربه بقى، ما انا يعني مش هروح اجيب زيت كتير، فاهميني؟ انا اصلا كنت برمي الزيت يعني. فلسه كده من قريب قلت لا، انا هشيل الزيت. وكمان عايزه اقول لكم والله، حطيت من ازازه الزيت، حطيت على الزيت اللي انا محوشاه، اللي هو اساسا زيت مستعمل. فحطيت زيت حلو كده يعني من الازازه، قلت يعني عشان يكونوا حبه حلوين. ف وكنت عايزه في وقتها اقوم اعمل، فده اللي خلاني اساسا حطيت من الازازه. كنت عايزه اقوم اعمل التجربه دي. بعد كده رجعت قلت ايه؟ قلت لا، طب لما يعني اكون اصلا عندي استعداد ان اصور، انا عايزه اصور اصلا معاكم، علشان برضو آه يعني لو غلطت في حاجه اكيد في ناس هتشوف التجربه وهتقول لي.
لان انا شفت كذا طريقه يعني. بس ان شاء الله ان شاء الله نعمل التجربه مع بعض باذن الله يعني. بصوا هنا بقى بعد ما غسلت البوتاجاز، ما غسلتوش بقى ولا بلهلوبه ولا بصابون ابيض ولا باي حاجه خالص، ده انا غسلته كده باللي هو الصابون بتاع المواعين. اللي هو غسلته سريع سريع، فاهمين؟ اللي هو عايزه انجز، عايزه الحق اخلص علشان الحق اعمل الفطار، علشان ما كنتش لسه اساسا نزلت للفراخ تحت. طبعا انتوا عارفين ان انا مربيه طيور. طبعا انا قلت كتير قبل كده يعني في الفيديوهات بتاعتي ان انا مربيه فراخ ومربيه حاجات كتير ما شاء الله يعني. بس ما صورتش بصراحه. نفسي اصور يعني، كل ما اقول لما انزل هاخد التليفون معايا وهصور، تلاقوني كده والله بنسى. مش عارفة، انا اساسا عمري ما صورت طيور على القناة خالص يعني. فمش عارفة، ان شاء الله بإذن الله هبقى اصور معاكم. لا يا جماعة، كنت صورت مرة عند ماما، ده انا ناسية لسه فاكرة دلوقتي ان انا كنت مصورة قبل كده عند ماما. كنت مصورة كنت مصورة حاجات كتير يعني. فكنت مصورة بط، كنت مصورة ارنب، كنت مصورة ايه تاني، فراخ. لا لا، انا نسيت اساسا، انا اصلا لسه صاحيه من النوم، فتلاقوني كده يعني مش مركزه شويه يعني، كنت ناسيه. بس ان شاء الله بقى هصور عندي باذن الله، هنزل كده ان شاء الله وهنصور. وكنت صورت لكم في الفيديو اللي فات حمام، كنت جايبه حمام، مش كنت جايبه، ده هي ماما اللي كانت جايبه لي حمام. فهي جايبهولي على اساس اذبحه يعني وكده، بس انا قلت لها لا، انا هربيه مش هذبحه. فانا عايزه اقول لكم انا كل يوم بقعد اكل الحمام، قرفني اخر قرف يعني. بتضايق قوي اساسا لما بقعد اكله وبشربه، عارفين بقى بزهق وبتضايق قوي يعني. فعماله اقول امتى بقى يكبر، عشان المدارس بقى، وعشان انا بزهق اساسا، انا ماليش اساسا روح ان اقعد اكل حاجه خالص يعني خالص، لا خصوصا ان هو بيزهقني عقبال ما باكل. بس والله انا اللي جايبه الزهق لنفسي يعني، انا كان ممكن اذبحهم وخلاص وناكلهم وكده، بس انا لا يعني، قلت لا انا هربي الحمام، لان انا بصوا زعلانه وهموت كده. كان عندي حمام قبل كده وطار، نفسيتي وحشه بسبب الموضوع ده. فان شاء الله باذن الله يعني في نيتي ان انا اربي بقى حمام، واربي تربيه حلوه كده، يبقى عندي حمام كتير زي الاول. انتوا لو شفتوا بقى الحمام اللي كان عندي، بسم الله ما شاء الله، كان حاجه كده، حاجه حلوه خالص يعني. بس يلا ماليش نصيب يعني في الحمام ده، هو طار وخلاص. الحمام اللي عندي ده بقى فيه جزء منه كبر شويه، فانا مش عارفه، خايفه انزلهم تحت مع الحمام اللي تحت، ما يعرفوش ياكلوا، يموتوا. فانا خايفه من الحته دي، مش عارفه بقى. بس انا يعني هحاول كده يعني اركز معاهم كده، اشوفهم هم بياكلوا ولا لا يعني، ارمي لهم اكل كده واشوف هم هياكلوه ولا لا، علشان اعرف برضو، علشان يعني ما نزلهمش وبعد كده يموتوا ولا حاجه، فيكون يعني خطيتهم في رقبتي. ف... فانا مش وهزعل بصراحه يعني. هنا بقى بعد ما غسلت البوتاجاز، قلت لا انا عايزه بقى اعمل ايه، اعمل فنجان قهوه كده علشان افوق وصحصح اليوم ده. انا عملت حاجات كتير 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 وما صورتهاش، سبحان الله يعني. انا صورت بس اول يومي كده يعني، اول ما دخلت المطبخ صورت الفطار ده. فول يا جماعه كنت عاملاه، كنت قلت لكم والله انا فاكره، كنت وعدتكم ان انا هعمل فول وهعمله معاكم. وعملته، بس بسم الله ما شاء الله حلو، بس انا كنت مدياله يعني فرمتين كده في الكبه. هنا بقى هعمل بيض، جبت سمنه وهعمل بيض وهعمل فول. كنت عايزه بقى اعمل لهم بطاطس وطعميه وكده، بس جوزي قال لي لا لا مش لازم يعني، اللي هو ايه، انجزي كده. فاكتر حاجه هتنجز ان اعمل لهم يعني بيض وفول وجبنه وعسل، دول يعني اكتر 4 حاجات منجزين. مع ان والله كان في نيتي وقايمه وفي نيتي ان اعمل لهم بقى فطار جميل، فطار مصري اصيل، طعميه وعايزه اعمل اقلي بقى بتنجان وفلفل، وبصوا اللي هو عايزه اعمل لهم اكل حلو. فلقيتهم مش عايزين ياكلوا اساسا. عيالي اول ما بيقوموا من النوم ما بياكلوش يعني، لا لا صعب خالص ان هم ياكلوا، وانا زي كده والله يعني. اول ما بقوم من النوم ما بحبش اكل، فحتى العيال كده. انا عارفه طبعا المرحله اللي جايه دي مرحله مدارس، وهيقرفوني اخر قرف.
هناخد في القرف ده لعند تقريبا 20 يوم كده قرف، لعند ما يتعودوا يتأقلموا ان هم يفطروا اول ما يقوموا من النوم. طبعا هم بياخدوا وقت كده، احتمال كمان ندخل في شهر كده عقبال ما يفطروا. طبعا انا بعمل لهم سندوتشات بس بفطرهم، بقول لهم كلوا اي حاجة قبل ما تنزلوا. فهيقرفوني طبعا الفترة اللي جاية دي، خصوصا ان هم بقى بيصحوا متأخر. يعني احنا لعند النهارده صاحيين متأخر، لعند النهارده كده بقول لكم صاحيين متأخر. ده هي بس بتبقى حاجة كده ايه، يعني اليوم اللي نقوم فيه بدري بيبقى يوم كده ساقط من الجدول بتاع المتأخرين. بيبقى يوم كده بيسقط منهم كده، تلاقوا يوم هم قاموا بدري وبقومهم بقى انا بالعافية يعني انا. وما بيكونش بدري قوي يعني، ده بيكون الساعة مثلا 8 ونص يعني. يا دوبك بقى الفترة اللي جاية دي يتعودوا يقوموا بدري يصحوا بدري. خلاص يعني احنا في العد التنازلي يعني. هنا بقى خلاص كده كنت عملت الفطار، حطيت الفول او لسه هحطه، لا لسه هحطه. عملت البيض خلاص، وطبعا مش هحط البيض بقى، مش هحطه في طبق تقديم، انا هحطه زي ما هو كده بالطاسه بتاعته. آه، بس انا مش شايفه اساسا الناس عندها حماس ان هي تاكل يعني. مش شايفه ان هم عندهم حماس ان هم عايزين ياكلوا. هحط بقى البيض وهحط الفول وهحط كمان جبنه حادقه، هم بيحبوا الجبنه الحادقه. عايزه اقول لكم الجبنه الحادقه دي، شايفين العلبه الحمراء دي بقالها، الجبنه مش العلبه. هي العلبة عندي من زمان، بس يعني الجبنة كانت كتير يعني، مش الشوية اللي انتوا شايفينهم دول، لا كانت كتير. كان بصوا برطمان كبير قوي مليان جبنة. عندي بقى البرطمان ده بقاله 3 سنين، يعني عارفين انتوا الجبنة اللي هي متعتقة، جبنة بقالها 3 سنين عندي. هتقولولي شايلها فين؟ حطها في التلاجة والله، لان انا بقرف من الدود. طبعا انا عشان اشيل جبنه بره التلاجة 3 سنين هلاقيه فيها دود، وانا بموت كده لو شفت دوده، فما اقدرش ان انا اشيلها كده بره التلاجة، فانا كنت حطاها في التلاجة. هنا بقى كنت جايبه عسل، كنت جايبه جيركن العسل ده، كان عامل 170 جنيه، بس حلو خالص يعني، العسل بتاعه طعمه حلو وجميل. بس هحط لهم بقى الفطار، وطبعا شايفين فنجان القهوه بتاعي برد. وانا بحب اشرب القهوه بارده اصلا، ما بحبش اشربها سخنه خالص، مع العلم ان انا بحب كل حاجه تبقى سخنه. الاكل بحب اكل الاكل يبقى سخن، الشاي يبقى سخن، اي مشاريب تانية بحبها سخنه الا القهوه، بحبها كده تكون بارده كده يعني ما تكونش سخنه. بس هو ده بقى الفطار بتاعنا، وخلاص بقى وادي كيس العيش هناك اهو، وهنقعد بقى نفطر. وهو ده بقى كان الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. ما تنسيش بس اهم حاجة تحطي لايك للفيديو. كده الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير.